تعالوا اعمل معاكم النهارده الترند الجديد التاكو برجر. سهل جدا وبسيط، يعني لو عندك نص كيلو من اللحمه المفرومه هتعملي كميه حلوه جدا. دي هتنفعنا بقى بالنسبه لاولادنا دلوقتي اللي بيذاكروا عندهم ثانويه عامه. وجبه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت يعني ما تنيمهمش، يعني حاجه كده بتحفزهم كمان على المذاكره. هنجيب اللحمه المفرومه ونعملها كور زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى العيش التورتيلا بتاعتنا، هنجيبه بس نجيب المقاس الصغير. هنفرد عليه اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين، ونحط عليه الملح والفلفل الاسود، ما نكترش ملح طبعا. هنجيب طاسه سخنه وندهنها كده بحته زبده، وننزل بقى من ناحيه اللحم كده على النار. بياخد معانا حوالي 3 دقايق، ما نقلبوش قبل 3 دقايق. وبعد كده هنعمل بقى الصوص بتاعنا. هنحط معلقتين كبار من المايونيز، عليهم معلقه من الخردل او المستردة، وفرمت كده شويه خيار، وحطيت بابريكا وبودره ثوم وشويه ملح شويه خل شويه ليمون. يعني انت ظبطي الصوص زي ما انت عايزه، بس ده الصوص الاساسي يعني. بعد كده قلبتها الناحيه التانية، حطيت عليها موتزاريلا اي نوع عندك، ممكن تحطي جبنه تشيدر جبنه رومي، يعني ما تعقديش الدنيا، الجبنه اللي موجوده عندك. وغطيتها كده لحد الجبنه ما تاخد السخونيه وتسيح لوحدها، ما بتاخدش برضو اكتر من دقيقه. اول ما تطلع كده بقى حطيت عليها الصوص اللي احنا عملناه، وبعد كده زينتها بقى بالخيار. تزينيها بكابوتشا بخاص زي ما انت عايزه برضو. وبألف هنا وشفا، وجبه سهله وسريعه، يعني لو اي حد من ولادك قالك انا جعان ممكن تعملها له في 10 دقايق. بتبقى مقرمشه كده من بره وجوسي من جوه وطعمها حلو. انا ممكن بقى استبدل المره الجايه بدل اللحم المفرومه اعملها بالسجق. انا متاكده ان طعمها هيبقى حلو جدا. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم. باي باي.